اصلي هلا سؤال، انت هي باف بتكتبها فوق الفيديوهات، بتعرف شو معناها؟ لك شو اسمه؟ انت بتعرف شو معناتها؟ انا سالت انت جاوب. انت بتعرف اول شيء؟ انا بعرف ايه. ايه وانا بعرف شو معناته؟ لكن مو انه معناتها بالضبط يعني، بس انه فهمانها، فهمت كيف؟ انت فهمان فهم؟ ايه ما انا حافظ احفظ. طب فهمني، اعطيني اي شيء عن الموضوع. لك انه شو اسمه، كيف بدي اخلها؟ قل لي شو بدك. انه مثلا انه بشكل عام يعني، او نحن فهمت كيف؟ انه مثلا انه مو هيك؟ بشكل عام. لك لا عن جد، انه مثلا لما يشاهد الفيديو انه انا هيك، انت كمان هيك، فهمت كيف؟ مو هيك؟ عن جد مو هيك؟ وانا هيك. انا هيك فهمانه، وعن جد هي هيك يعني اجباري عنك بتحسها هيك، عرفت كيف؟ معلم اجباري عنك بدك تحسها هيك، ما في حل. هي ما أنا هيك. هي هيك. ايه بس شو معناتها؟ قدام العالم نحكي عنك. عن جد نهائيا لا تحكي عنك قدام العالم. عن جد شو معناتها؟ شو؟ انت تعرف شو؟ انا من بعيد كان لازم تقرا رياضيات، يعني حرام سياحه، حرام على تضيع مواهبك، لانه انت عندك اسلوب الشرح. طب ربك مو صح، ممتاز. مو صح معلم اكثر من الصح، انه هيك عن الموضوع او بشكل عام. اكثر من الصح، اكثر. يا جحش معناها وجهه نظر، مثلا وجهه نظر. إيه مو نفس بشكل عام. صار 3 كلمات بتجي. ايه مو نفس بشكل عام. بسأل جوجل بيخليك سؤال شاطر. لك كل مره بقول بسال مش حد يسال، بلاش حد يسالني فيها وابقى محرج قدامه يعني. المهم إيه. قدام العالم لا تحكي هذا الحديث، يعني انت اي شيء. لك هلا حكي مو صح. حكيك اكثر من صح. شيل المزح، شيل المزح. هي حكيك انك جحش بس. يا اخي مضر تفهمها الشغله، يعني انت تفهم بس مضر تعرف تشرحها. انت ما انك فهمان وما انك حافظ ولا بتعرف شوي، بس انت شفت العالم حطوها شلنا حطينا هيك انت عملت اصلا. خيي مضر يعني بجوز انت شغله بتفهمها بس ما بتعرف تشرحها، بجوز شغله مو ضروري تكون فهمانها، المهم بتحسها انت. ما انا احسها صح، انا مو معناتها صح، لكن كيف ما اكتبها وما تطلع صح مع الفيديوهات؟ شو